احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا، نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا، حتى الغروب نلاقي لنا ألف يوم بس. جامعة القاهرة يعني أوجه دعوة إلى كل إنسان يدخن أن يقلع عن التدخين. لو كلنا كمجتمع فكرنا شوية نولع سيجارة وندخن يمكن ننقذ حياة واحد. كل اللي بنعمله النهارده لو في الآخر أنقذ حياة بني آدم واحد فده يبقى كفاية. الله أثبت لنفسه الفرحة، الملك بيفرح. بل الله أثبت لنفسه الضحك، الله بيضحك لبعض الناس اللي بيتوبوا بيعملوا بعض الأعمال الصالحة، والأحاديث بتيجي شوية للسردها. سيادة النهارده بقى الله يا واحد يا رب أنا بحب السجاير أو بحب المخدرات أو بحب دي، بس أنت مش بتحب الموضوع ده خلاص. أنا هخالف هوايا والحاجات اللي بحبها عشان أتبع الحاجات اللي أنت بتحبها. أنا عن تجارب بشوف الحقيقة إن الإقلاع عن التدخين فهو نوع من أنواع التخبط يعني أنا قلت الكلام ده قبل كده إن وانا في المعلقة اللي في اليابان مثلا إن ممنوع كمان إن أي حد يدخن في الشارع. فعلى ما أظن ده أكبر شيء أو أكبر علامة لعلامات التخدر إن عدم التدخين في الشارع، لأن لو هتضر لما هتضر ما تضرش لنفسك بس. فبالتالي احنا يعني كنابع او نبع ديني او هدف ديني او هدف اسلامي او هدف المجتمع بتاعنا يبقى الاولى ان احنا ما نضرش نفسنا لله سبحانه وتعالى. احلم معايا ببكره جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا، نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا، لما نقع نقدر نقوم نشق حتى الغيوم، نلاقي لنا ألف يوم بس احنا نحلم، لما نقع نقدر نقوم نشق حتى الغيوم، نلاقي لنا ألف يوم بس احنا. الحقيقة النهارده أنا عملت الكلام اللي موجود في الأرض الفترة دي وأنا هاخد كمية كبيرة منها وهوزعها على أي حد أشوفه، أي حد بيدخن سيجارة ممكن نقف في الشارع ونديله الورقة. عايزة بس أتكلم حاجة صغيرة قوي كده، يعني أعتذر لكم بالنيابة يعني على إني ممثلة، فبعتذر بالنيابة عن كل الممثلين والممثلات اللي دخلوا في الأفلام وكانوا بالنسبة لهم يوم أيام قدوة. زي ما بعرفت إن شاء الله بإذن الله على قد ما أقدر ويقدرني الله سبحانه وتعالى إني هبلغ الكلام دوت لكل سيناريست وكل مخرج وكل ممثل وكل ممثلة وكل منتج لحياة